السلام عليكم. صار فترة فيديوهات قامت تنزل عن ناس تحث على الهجرة، وناس ما تحث، وناس تقول تورطنا، وناس تقول صار نحن 15 سنة ما مستفادين، وناس تقول صار أسبوع وتقولوا طلعوا وتوكلوا بالله. طبعا حكم تجربتي اللي مو طويلة، أنا ما أعتبرها طويلة في يعني بلجيكا وبأوروبا كشي عام، بس الحمد لله عندي إقامة مقيم وأشتغل ومشي حالي. الناس اللي دا تحكي يعني أغلبها صحيح، ودا يحكون تجاربهم. يعني مثلا اللي صار له أسبوع يقول لك تعال، أو حتى لو صار له 10 سنوات أو صار له سنة، والناس فرحانة وتقول لكم تعالوا وشوفوا الدنيا وإحنا بخير وكذا وكذا. هذا دا يحكي واقع بس من وجهة نظره. هو شاف الدنيا حلوة وصحيحة، وشاف إنه هنا ونسة، بس هاي الونسة وقتية، وهو ضمن هاي المرحلة الوقتية هسه عايش. شعوره المبالغ به ربما خلاه يصور فيديو وقال لكم، واغلبهم هيك شباب يعني مواليد التسعينات والثمانينات، اغلبهم يعني متوسط العمر مواليدهم 92 93 94، توصل حتى ل 98، بس هم لحياهم شواربهم. ومن حقهم شباب ما شايفين، يعني القصد انهم مو ما شايفين يعني مو بالخير، لا، ما شايف اوروبا وما شايف الدنيا. وكنا من اجينا انبهرنا باوروبا، كنا ما شايفين. وإن كنا مسافرين تركيا أو سوريا أو الأردن، هذا ما يعني إنه أوروبا شايفين مثيل لها. فمن جينا انصدمنا حقيقة، كنا نحث أيضا، بس بعدين من انصهرنا بالواقع وشفنا الحقيقة، لا، تغيرت النظرة. فاللي جاي ينقل لكم الصورة، هو جاي ينقلها صورة حقيقية بس من وجهة نظره. ممكن هي حقيقية بس وهمية، سراب يحسبه الضمانة ما. فيا أخواني، اللي دي ينقل لكم هاي الصورة اللي هي بالحالتين، اللي يقول لك لا تجي واحنا متورطين. شفت فيديو قبل تقريبا ساعة، شخص يقول انا صار لي 13 سنة بألمانيا وهاي عبارة عن مسرحية. صحيح كلامه مضبوط، بس من وجهة نظر ايضا. اكو ناس عايشة صح واكو ناس عايشة غلط. بالتالي اوروبا مو مال ابو احد، اللي يجي خليه يجي. بس ارجو ان تفتهم هذا كلامي. اللي حاب يجي، حدد بوصلتك وين. ترى هي مو فقط الوصول لأوروبا يعني هي حققت مبتغاك وأنه أنت عشت حياة سعيدة. أرجو التفريق بين الدولة اللي تستقبلك وتخليك بكامب، وبين دولة تعطيك أوراق. ترى هنا أوروبا، صدقوني يا أخوان، واللي يسمعني والعايش بأوروبا يفهم هذا الكلام. إخواني، اللي يجي لأوروبا اللي ما عنده أوراق يروح يموت بالعراق أفضل له. بلد بدون أوراق مثل عصفور مكسور جناحاته، لا هو الطاير ولا هو الميت. تظل تعيش بذلة طول عمرك بدون أوراق. ترى الكامب مرحلة وقتية. ألمانيا جاي تستقبل، بس يا أخوان ما تنطي أوراق. أرجو أن تفهمون هذا الموضوع. من ما تنطيك أوراق ما إلك حق العمل إلا بحالات استثنائية، إلا تروح تتزوج مثلا ألمانية، أو بنية متجنس ألماني، أو تروح تعمل، وهاي لازم قبلها يكون عندك لغة. ومن تروح تعمل لازم تعمل فاست، يصحوا له فاست كونتراكت، يعني عقد دائمي أو عقد سنوي يجدد. هذا لازم يكون عندك لغة. اللغة ما تجي بسهولة، واكو منافسين هنا. مو فقط الجالية العراقية في أوروبا، هنا اكو الجالية التركية بقوة، بقوة الجالية التركية، وتنافسك في كل أعمال. يعني وين ما تريد تخلي خشمك بشغلة يجي تركي ينافسك. وكذلك المغربي، يعني هنا الجالية المغربية بكثرة لا تتصورون. ترى احنا نسبة 10% من الجاليات الألبانية هنا، الكوزوفية، الأفغانية إلى آخره. فيا أخواني، فرق بين الاستقبال ويستقبلوك وانت تقوم تشوف اوروبا وتقول اي يابا شوفوني وهاي واحنا متونسين وطوني 100 يورو. هذا يعني ترى يعني مو صحيح. هذا صح بداية صحيحة لك، بس ترى اصلا مو اول الطريق. بعدك ما بادي انت. البداية تستلم لجوء اوراق، من تستلم اوراق راح تبدي مرحلة تغيير حياتك نحو الافضل. بس صدقني اوروبا بدون اوراق خطأ. حدد بوصلتك وين تتجه. الدولة اللي تعطيك اوراق، مو الدولة تستقبلك. كل اوروبا تستقبلك. هاي لوكسمبورغ روح لها تستقبلك، النرويج روح لها تستقبلك، الدنمارك روح لها تستقبلك، السويد روح لها تستقبلك. خليك بكمب، ظل قاعد 4 سنوات ما يرحلوك. انت تمل بالاخير، طق توقع على ورقة رحيل وترجع.
من هاي الدول اللي تستقبلك بس ما تعطيك اوراق المانيا. شنو هالورطه هاي؟ وبلجيكا كانت تنطي اوراق، هسه قامت اعتقد نزل قرار جديد على اهل بغداد فقط المحافظه الساخنه ينطوها، والاقليات ينطوهم. بلجيكا حاليا هم غلقت. اتجهوا للدوله اللي تنطيك اوراق حتى تعيش بكرامه، غيرها تعيش بذله، غيرها افهمها هاي، غيرها تعيش بذله. اما الاشخاص اللي قاعدين ببغداد يقولون لن نهاجر، لا تهاجر يعني. يجوز انت مستفاد، يجوز انت وطني اكثر مني، ما اعرف يعني، بعد كل من نظريته، بس هم كل من ايضا ظروفه. اكو ناس وصلت طريق مسدود في العراق، انا منهم، وصلت الى طريق مسدود يعني ما اقدر بعد اكمل في العراق، بعد كل من وجهة نظره. فارجو انه اللي ساكنين ايضا داخل العراق انه ما يظلون يذبون اللوم على اللي خارج العراق، يقولون انتم رايحين هناك للذله ورايحين تغسلون مواعين. اكو ناس تغسل مواعين استاذي، واكو ناس صارت دكاتره، واكو ناس تطورت، واكو ناس توفقت. يعني ايضا انت لا تحاول فوق ضيم اللي هو بغربته تجي انت ايضا تكفخ فيه، لا. وكذلك احنا ما نلوم اللي ما يريد يهاجر، انا مو احسن منك صدقني. اللي رفعوا شعار لن اهاجر انت تاج على راسي. اتمنى انه الوطن ينبني بجهودكم بسعيكم، واحنا ايضا ان شاء الله. وصدقوني قد ما نقول اوروبا اوروبا واحنا عايشين بيها، صدقوني في يوم من الايام راح نحمل خبرتنا ونرجع الى البلد في حال اذا صار امان به او استقر البلد، او حالاتنا الخاصه اللي احنا طلعنا بسببها زالت، احنا راح نرجع البلد وراح نطوره وراح نبني. لا تتصورون انه شخص يكره بلده. كنا نحب العراق، وان شاء الله الف تحيه لكم، وانتم قرروا هاي حياتكم. بالتالي لا هي الجنة الوردية اللي يوعدوكم بها بعض الناس، ولا هي اللي ناس ميتة هنا ويسموها مسرحية. لا، أنت تحدد حياتك، طريق الفشل وطريق النجاح، طريقين لا ثالث لهما في أوروبا. أما طريق النجاح والتوفق، أما طريق اللي شلون أقول لكم إياه، الفشل، والفشل الذريع هنا. يعني هنا اللي يمشي بطريق الفشل يعني طريق الحشيشة، طريق المخدرات، وطريق البنات والنسوان، والعياذ بالله. تحياتي.